هنعمل مع بعض الفول المدمس على طريقة أشهر وأغلى مطاعم الفول المدمس. طريقة الفول المدمس على طريقة عم وحيد، أشهر محل فول مدمس فيك يا مصر. احنا هنمشي خطوة خطوة، هنسلق الفول وبعد كده وخطوات سلق الفول الصحيحة، وبعد كده هنعمل لكم أجمل طبق فول بالدقة تاكلوه في حياتكم. بعد ما نقعت الفول لمدة 6 ساعات بنزل فيه بالفول في المية المغلية دي أول خطوة وأهم خطوة. حريصة جدا إنك انتي تحطي كمان تقريبا كوباية من الفول المدشوش، وهتديكي معاكي نتيجة حلوة قوي قوي. تاكلي طبق صحي في كل المكونات. بنزل بكوب من عصير الطماطم وشوية بابريكا مع نص معلقة بابريكا على نص ملعقة من نص ملعقة الكركم دي والبابريكا بدوبها كويس. نص ملعقة الكركم دي من عندنا، هو عم وحيد بيضيف بس نص ملعقة البابريكا، لكن خلي بالك الكركم ده بيبقى بيدي طعم وكمان صحي جدا، من اللي بيديك أكلات صحية ومغذية وشهية جدا. الوصفة دي يا جماعة طبعا الفول المدمس لا غنى عنه في الفطور والعشاء. ناس كتيرة بتحب انها تاكله في العشاء والفطار الصبح. من أجمل الأكلات المصرية ومن أشهر الأكلات أو أشهر الأكلات المصرية المشهورة جدا جدا، كمان بيستخدم في معظم دول العربية ودول الخليج. بصوا يا جماعة، طبعا أنا بحرص جدا إن أنا كل ما الفول ينقص مية لازم أزوده مية مغلية. دي من الخطوات المهمة جدا إن بتخلي الفول عندك ناجح جدا. بنزل طبعا عصير الطماطم والبابريكا ونص ملعقة الكركم. خلوا بالكم يا جماعة، الفول من الحاجات الصحية جدا والأكلات الصحية جدا جدا جدا. بعد نص ساعة من الغلوة، بص الفول ازاي البخار بس هو اللي حيشنا عنكم، لكن الفول شكله يسحر، سبحان الله والله العظيم يسحر. انا قدمت لكم فول بكذا طريقه، لكن النهارده جايبه لكم ازاي هنعمل طبق في نهايه الفيديو من الفول المدمس على طريقه اشهر محل فول او فول وطعميه في مصر، محل عم وحيد في القاهره. بصوا يا جماعه، الفول اللي بيحتوي الطبق الفول بيحتوي على 418 سعر حراري، 22 جرام من الدهون، 18 جرام من البروتين، وكمان يعتبر بديل عن البروتين. الخطوة التالتة في الفول هي هتجيبي حوالي 5 ملاعق من الدقيق يا جماعة، وال5 ملاعق دول بيخلوا الفول بيودوا الفول في ناحية تانية. في ناس بتحط نشا، بس احنا يعني هنرخص عليكم الموضوع وهنحط دقيق من البيت. الدقيق يعني نتيجته احلى يا جماعة. 5 ملاعق دقيق دول انا هضربهم بمية باردة، لانك لو ضربتيهم بمية سخنة هيتكلكعوا معاكي، وهيخلوا الفول هيضاعفوا معاكي الكمية بتاعة الفول، ويخلوا المية بتاعة الفول زي النشا. المكون ده حلو قوي قوي، وتحرصي ان تخلي المية او الدقيق يا جماعة سايل، ما تخلوش سميك، لانه مجرد ما هينزل على الفول وهو سخن بتلاقيه بيسمك منك بسرعة، عشان تلحقي بس ايه تلمي الموضوع وما يكلكعش معاكي. فانا بخليه سايل وهنزله قدامكم وهوريكم. بصوا الخطوة دي يا جماعة، الدقيق يكاد او العجينة بتاعت اللي انا منزلاها بدقيق سايلة، وبتنزل هنا بتخلي المية بتاعت الفول زي النشا، وطعم الفول خرافي خرافي خرافي. طبعا انت هتقولي دقيق اول مرة تستخدموها، لا تجربوها وانت هتدعولي ان شاء الله، بيديكي نتيجة هايلة وفظيعة وكمان بيخلي الفول بيضاعف معاك الكمية. الكيلو هيعمل لك حوالي 3 كيلو 4 كيلو اقسم بالله. الإضافات دي بتخلّي الفول رائع جدًا وناجح جدًا. الفول المدمس بيبقى طعمه خرافة. أولًا إحنا الفول ده أنا مش باعمله لكم بس عشان تفطروا وعشا، لكن ده باعمله لكم كمان عشان إفطار رمضان إن شاء الله. الناس بتحب تفطر فول في شهر رمضان المبارك، وبتحب تتسحّر كمان، فيبقى بنستخدمه في الفطور والسحور. الطبق ده حلو أوي، أوي يا جماعة، ودي طريقة جديدة للفول المدمس مشهية. ما تخلّيكيش إنِّك أنتِ تشتريه من أغلى المطاعم، بل تعمليه في البيت وهيضاعف معاكِ الكمية، كمان موفّر جدًا معاكِ.
الكيلو هيعمل تقريبًا 4 كيلو معاكِ، فهيبقى موفّر خالص. شايفين شكل الفول بعد ما نزّلت عليه الدقيق ونزّلت الطماطم والبابريكا والكركم، يعني خرافي يا جماعة، والمَيّة بتاعته زي النشا وطعمه فوق ده وده خرافي، خرافي. أنا دلوقتي هنروح نعمل معاكم طبق الفول اللي هو على طريقة مطعم عم وحيد، أشهر مطاعم الفول والمدمس في مصر. وأشهر مطاعم الطعمية في مصر. وكمان مش أشهر بس، ده كمان أغلى مطعم فيك يا مصر. أنتِ كده بتمن طبق فول واحد هتعملي حلة من الفول، يعني سبحان الله، يعني كيلو الفول ده تقريبًا ب30 جنيه، هتعملي ما يعادل حوالي 70 جنيه، لإن أنا بُصّوا يا جماعة والله العظيم يعني أنتِ هتكيّسي حوالي 15 كيس من الفول اللي أنا عاملاه ده، الكيس ب5 جنيه. فأنتِ موفّرة كمان يا جماعة، تحرصي إنِّك أنتِ لمّا تيجي تعملي الفول ما تعمليش نُص كيلو ولا ربع كيلو، اعملي 6 كيلو ونُص أو كيلو. ليه؟ أنا أشغّل البوتاجاز هو بياخد ساعة أو ساعة ونُص على البوتاجاز، طب ما أنتِ أولى إنِّك أنتِ توفّري في سعر الغاز وسعر الأنبوبة. فما تعمليش كميات صغيرة، اعملي كميات كبيرة وارميه في الفريزر بيقعد بال3 شهور، بيقعد فترة طويلة خالص بالشكل ده. فأنا حريصة إن أنا أعمله كده، ما باعملش نُص كيلو ولا ربع كيلو، أنا أكتر أقل حاجة باعملها كيلو أو كيلو ونُص، ممكن ساعات باعمل 2 كيلو والله. يقعد شهر، شهرين طالع من دماغي. ما باحبش أشتريه من برّه، بيحطّوا عليه ألوان مواد حافظة وألوان صناعية، ما بيبقاش حلو زي كده. فأنتِ كده بتعملي فول أشهر المطاعم وأغلى المطاعم، صدقوني إن شاء الله هيعجبكم جدًا، 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 وهتتبسطوا منه وتعملوه في رمضان على الإفطار إن شاء الله. وفي ناس بتحبه في السحور رمضان أو في إفطار الأيام العادية أو العشا. الفكرة حلوة أوي وهتعجبكم جدًا. فتابعوا معايا كمان الطبق الفول بعد ما جهّزنا الفول بتاعنا، هنعمل لكم أجمل طبق فول مدمس هتاكلوه تتبيلة أشهر المطاعم المصرية. الفول من الأكلات اللي بتملى البطن يا جماعة، سواء في السحور أو السحور في رمضان، بتملى البطن وبيقعد فترة طويلة ما بيتهضمش يعني، فبيعمل على الشبع، وكمان محتوى على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والزنك والحديد والبروتين، بنسبة عالية جدًا من البروتين، فممكن يبقى يغني عن اللحمة. من الأطباق الحلوة أوي في رمضان، الناس كلّها بتحب تتسحّر بيه، فأتمنى إن شاء الله تجرّبوا الفكرة دي بتاعتي إن شاء الله في شهر رمضان المبارك وهتعجبكم جدًا. بُصّوا يا جماعة نيجي بقى نعمل طبق الفول اللي هو على طريقة أشهر مطاعم الفول المدمّس في مصر. أولًا هانزّل 3 ملاعق أو 4 ملاعق على حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها من أطباق الفول. هانزل عليهم بمعلقتين من الطحينة. هانزل عليهم معلقتين من الليمون. وهانزل عليهم بملعقتين من الخل. وشوية كمون على دي التتبيلة بتاعة بُصّوا يا جماعة زي ما بيقولوا إيه، الصوص بتاع الفول المدمّس، أو زي ما تقولي إيه، البشاميل بتاع المدمّس، زي ما تقولي بشاميل. وهننزل بشوية مَيّة عليهم، وهاخلّي القوام هاورّيكم القوام دلوقتي. ده البشاميل بتاع المدمّس يا جماعة، ما بيعملوش بالطحينة بس، بيحطّوا عليه الدقيق وبيبقى النتيجة حلوة أوي، أوي. شوية الكمون كمان بيودّوا البشاميل في حتّة تانية، وأحُط عليه نُص ملعقة من الملح. وهانزّل لكم الفول دلوقتي اللي أنا جهّزته. بُصّوا الفول يا جماعة وطعامته ولونه الخرافي. على فكرة اللون هو أو الإضاءة مش مساعداني أوي، الفول عندي لونه أحلى من كده. هانزل بملعقة من بُصّوا يا جماعة، ملعقة من الهريسة اللي أنا قالياها في الزيت، بتدّي الفول طعم تاني، وبتخلّي الفول بيروح حتّة تانية. دي التتبيلة بتاعة عمي وحيد. بانزّل طبعًا الطحينة بالدقيق، شايفين بتودّيكِ في حتّة تانية. وبانزّل طبعًا الزيت أو السمنة البلدي، لو عندِك سمنة بلدي أو زبدة أو زيت بانزّلها على الفول. وتاكلي إن شاء الله أجمل وأشهى وأحلى طبق فول بالطحينة أو بالدقة على طريقة عم وحيد. إن شاء الله هيعجبكم وهيبهركم جدًا، جدًا، جدًا. أتمنى كل الخطوات اللي قُلناها في الفيديو بتاع النهارده تكون عجبتكم، وتعملي إن شاء الله الطبق ده في شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. تعمليه على السحور أو في الإفطار في الأيام العادية أو على طبق عشا.
أتمنى الفكرة تكون عجبتكم. في نهاية الفيديو اللي ما عملش لايك يا ريت يعمل لايك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. وهتاكلوا ان شاء الله احلى طبق فول مدمس. بصوا كمان يا جماعه، حبيت اوريكم كميه الفول اللي انا عملتها بعد ما بردت، واوريكم القوام كمان بتاع الفول لما حطيتيله معلقه النشا او الدقيق بيروح في حته تانية وبيخلي الفول عندك طعم جدا. اتمنى كل الخطوات اللي وريتها لكم النهارده في الفول المدمس تكون عجبتكم. خلي بالك الفول المدمس ده بيحتوي كمان على الفوليك يا جماعه، يعني مفيد جدا لمنع تشوهات الاجنه للأمهات الحوامل. فمليان بالبروتين، مليان بالزنك، بالبوتاسيوم، في الفسفور، بالكالسيوم، حلو قوي، مليان بالبروتين. فانت هنا يعتبر طبق كامل متكامل، غذاء صحي جدا جدا، طعام صحي جدا جدا. أتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.